درس جديد من دروس الساحرة المستديرة التي دائما تعطينا دروس، ولكن من المستفيد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس جديد النهاردة بتديهولنا كرة القدم. كرة القدم دائما تعطي دروس، ولكن زي ما قلت في البداية، من المستفيد؟ ايه اللي حصل النهاردة؟ اللي حصل ان فريق بوتافوجو اللي الدنيا كلها كوكب الارض كله كان على يقين او توقع ان هو اللي هيكسب المباراة قدام باتشوكا، ولكن شفنا باتشوكا بيسحق بوتافوجو. ليه بقى؟ لان في لاعب من فريق بوتافوجو اللي هو كان رقم 7، مش فاكر اسمه يعني، كان طلع من كام يوم صرح تصريحات كده غريبة ما بتتعملش في الكورة، واحنا كتير جدا شفنا أمثلة على ده. اوعى تتعالى على كرة القدم. كرة القدم بالذات اللي بيتعالى عليها بياخد على راسه، نزله سابع أرض. شفنا ده في حاجات كتير جدا، وخصوصا قدام الفرق اللي بتلاعب الأهلي. يطلع يقول لك ايه الأهلي، وآخرهم كان العين. طلع برضو كان قال لك اللي يجي قدامنا ناكله أكل. كلنا شفنا التصريحات يعني. فريق لاعب فريق بوتافوجو طلع من كام يوم، تقريبا من يومين او من 3 ايام، قال لك احنا بنشوف هنلاعب ريال مدريد ازاي وباي خطه وبتاع، فريق برازيلي قدام فريق من اسبانيا، وكأن ما فيش في البطوله لا اهلي ولا باتشوكا. النهارده نتفرج على بوتافوجو في الملعب مش موجودين. تفهمش بقى في ايه يعني، حد شربهم حاجه اصفره، حد اكلهم حاجه اخضر، محدش عارف فريق بوتافوجو راح فين. بندور عليه في الملعب. فريق باتشوكا عمل مباراه في الشوط الثاني، بالذات الشوط الاولاني ممل جدا جدا جدا، محدش يحب يتفرج عليه. لكن شوط ثاني فريق باتشوكا اعلن عن نفسه، وادى جرس انذار لفريق النادي الاهلي، اللي النهارده كل الفرقه كانت في الاستاد بتتفرج على المباراه، والمفروض اللعيبه تكون شافت نقاط القوه ونقاط الضعف في الفرقتين. دلوقتي هنتكلم على فريق باتشوكا، هو اللي هيقابل الاهلي يعني، فاكيد الفرقه شافت فين نقاط القوه وفين نقاط الضعف، علشان نقدر نلعب قدام فريق زي ده. فريق ما شاء الله في التحولات فرقه رائعه، سرعه ولا كلمه. معاهم اللعيب المغربي برضو للأسف مش فاكر الاسم قوي، إنما لعيب هايل اللي جاب الجول الأولاني، لعيب ممتاز. فرقة عندها تناغم حلو جدا، بتعرف تلعب اكتف على الكورة، لعيبة رجالة بيلعبوا كورة بجد يعني. وانا شايف ان هو ده اللي الاهلي كان بيتمناه، انه ما يقعش مع الفريق بتاع بوتافوجو، لان الدنيا كلها صورت لنا ان بوتافوجو ده بيطلع نار من بقه. النهارده ما شفناهوش في الملعب. فريق باتشوكا كان اقوى جدا، وحذاري حذاري حذاري للاعبي النادي الاهلي، اوعوا تتهاونوا. انتوا شفتوه النهارده في الملعب، شفتوا هيتعمل فيكم ايه في الملعب في حاله التهاون او الاستهتار، او انك ما تديش الفرقه اللي قدامك احترامها الكامل. هو ده اللي حصل النهارده مع فريق بوتافوجو. فرقه استهترت جدا بفرقه باتشوكا، ما احترمتش فرقه باتشوكا، ما احترمتش البطوله اللي جايه تلعب فيها. انتوا اتنين انديه كبار صحاب بطولات، جايين تلعبوا في فرقه اسمها الانتر كونتيننتال، بين فريقين الامريكتين يعني، بين ابطال الامريكتين. فما ينفعش انك كنت تستهتر بفرقه زي دي، ولا ينفع كان يبقى هو ده اسلوب لعيبتك مع قبل الماتش مع باتشوكا. عشان كده زي ما قلت، وهقولها تاني وهقولها تالت وهفضل اقولها طول العمر، دروس كرة القدم لم ولن تنتهي. دروس كرة القدم لم ولن تنتهي. اوعى تتعالى على كرة القدم. كرة القدم لعبة بتتلعب من تحت رجلك، لكن اوعى تتعالى على اي فرقة هتلعبك كورة، حتى لو كانت اقل فرقة في العالم. ضروري تديها احترامها عشان الكورة تديك احترامك. هو ده اللي كنت حابب اقوله. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد، لاننا شغالين ومستمرين بدعمكم. سلام عليكم.